حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف عملت ايه في بيتي قبل ما اتحجز في المستشفى. الفترة اللي فاتت كنت تعبانة تعب رهيب، الحمد لله طبعا يا رب، اللهم لك الف حمد وشكر. عرفت ان انا رايحة المستشفى وحسيت ان انا ممكن مرجعش مع جوزي صراحة. نزلت السوق، طبعا رتبت بيتي كله يعني وحضرت اكل لجوزي بحيث اخلي البيت مش ناقصه حاجة، اللهم بارك. طبعا نزلنا بقى جبنا ما شاء الله تبارك الله سبانخ وبصل وسمك وبطاطس وطماطم، بصوا كل صراحة كل مكان موجود في السوق. ووقفت رتبت وعملت انا الفيديو ده، عامله لكم بس الترتيب وترويق البيت اللي انا عملته والتجهيزات اللي عملتها لجوزي. لكن الأكل صراحة هنزله لكم في فيديو تاني، لأني طبخت كمية أكلات ما شاء الله تبارك الله. فبقى جوزي يقول لي هو أنت حاسة إن أنت مش راجعة يا ميسة؟ أقول له صراحة ربنا تمام. هقول لكم أنا كان فيا إيه وسبب التعب إيه، بس قبل كل ده لو أول مرة تتفرجي على قناتي لايك وشير، ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، عشان اشتراكك بيزود من عيلتنا ويكبر من عيلتنا. ويا رب يا رب نتجمع كلنا دايما في الخير إن شاء الرحمن. ولو متابعاني ما تنسيش اللايك والشير والكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي بتفرحني. نقول بقى بسم الله توكلنا على الله. طبعا دخلت بقى على أوضة النوم دي، بصوا دي المملكة بجد بجد، دي المملكة ومكان الراحة لأي حد. رتبتها صراحة على قد ما قدرت. عايزة أقولك والله يا جماعة كنت فعلا تعبانة، يعني مش عارفة أمسك، مش عارفة إيديا لحد الآن. الحمد لله طبعا يا رب الحمد لله. وكنت واقفة بعمل الحاجات دي من صباحة ربنا، من الساعة 9 الصبح بروق، مخلصة حوالي 11 أو 12 بالليل ترتيب وترويق وعمل. هتقولولي ما بتاخدش وشقتك ضيقة؟ شقتي صغيرة الحمد لله، اللهم بارك فيها ووسع علينا يا رب. تمام. فالفكرة مش فكرة انك المساحة، الفكرة اني فعلا حرفيا كنت تعبانة جدا، لا قادرة اتنفس، وبطني منتفخة بطريقة رهيبة، مش قادرة ان انا اتحرك. كل اللي كان فاكر ان انا حامل، انا مش حامل مش حامل، نسأل الله ان يهب لنا الذرية الصالحة السليمة المعافى جميعا ان شاء الرحمن. الفكرة ان انا عندي مشكلة تضخم في الطحال وفي الكبد. تمام. من ايه؟ مش لاقيين الاسباب، مش لاقيين الاسباب. كل ده حصل لي بعد ما حصل لي نزيف في حملي اللي فات، اللي كان في شهر 4 اللي فات لما كنت في نص التاني، وعملت عملية كبيرة في شهر رمضان اللي فات، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. تمام. فحصل لي نزيف داخلي وانا في بيتنا في الحمل، ما كنتش اعرف، تعب بطني تتنفخ في لحظة، هوب تك حصل نقص في صفائح الدم ومشاكل في كرات الدم والهيموجلوبين اللي هو الانيميا، وحصل شوية لخبطيطة في الدم، عملت لي بعدها مشاكل الطحال والحاجات دي. عملت لي بقى بعدها كمان مشاكل العظم، وجع في العظم والأعصاب، وإيديا على طول أقول له للدكتور إيديا وجعاني، مش عارفة أتني صوابع، مش قادرة أحرك كف إيدي ولا إيديا كلها. بقيت من كتر ما أنا مش عارفة، فبقيت أقول له إيه، مفصلاتي كلها وجعتني. يقول لي مفاصلك؟ أقول له لا دي مفصلاتي مش مفاصلي، هي المفصلات خلاص زيقت. المهم رحنا وقعدت اكشف طبعا وعملت فحوصات وتحاليل كتير، لاني ابتدت تجيلي قفشه كده، وابتديت احس ان في تقل في منطقه الجنب الشمال تحت الضلع. واقول له دكتور النساء انا نسيوا حاجه في بطني، انا بطني نسيوا حاجه فيها. يقول لي لا. اقول له لا، لحد ما هو اكتشف بالصدفه. كنت بكشف باطني عادي، بيكشف بالسماعه ويعمل، يقول لي مفيش حاجه مفيش حاجه،
وعديها لحد ما دكتور يوسف الله يبارك له يديله الصحة اكتشف الطحال. المهم بعتني لدكتور باطني دكتور محمد بسطاوي، رحت له. كانت لسه الأمور صغيرة جدا، اللي هو تضخم طفيف، حاجة كده لا تذكر، والكبد كان كويس والكلى كويسة والدنيا كويسة. المهم روحي يا أيام تعالي يا أيام، فجأة كده تعبت. أنا بقيت مش قادرة، ما أقل حاجة نفسي على طول. ابتدت تجيلي شد عضلي بقى تحت الضلع الشمال، ابتديت أحس إن في حاجة بتتعصر. فجأة كده الوجع ابتدى يزيد، انتفاخ بطني بدأ يشد، ومش انتفاخات وغازات، لا ده تقل انتفاخ في بطني. ابتدت الأمور في تقلصات في الرحم وحاجات كده مش ألطف ما تكون في الرحم. فلا بدأت يا جماعة أنا فيا حاجة غريبة، أنا فيا تعب رهيب. بدأت طول ما أنا قاعدة ممكن أبقى قاعدة كده فجأة ويجيلي ممكن يعني لحظة أسيب اللي في البيت حتى لو الأكل على النار أو أيا كان، هي لازم تجيلي حالة كده أنا عايزة أغفل، أنا عايزة أنام. أنا كنت ببقى ماشية في الشارع في أي حتة بدوخ، ويعني كنت أقع، كنت يجرالي أي بقى. الحمد لله طبعا، اللهم لك ألف حمد وشكر ليك يا رب. كنت فجأة ببقى لحظة كده قعدت، أنا بقول لجوزي أنا نمت، يعني يقعد يقول لي أنت غفلتي فجأة كده، أقول له أنا ما نمتش، أنا بفوق، أنا مش عارفة أنا كان فيا إيه. أنا اللي فاكراه كنت بعمل كذا، بعدها أنا مش فاكرة حاجة. مش عارفة، أنا كل فاكرة أنا قاعدة بقول له أنا أغمى عليا، يعني أنا يا ابني هو ما بقاش مصدقني، هو فاكرني، عارفين بقى اللي هو فاكرك بتدلعي. لحد لما حصلت الصدمة الكبرى، وفجأة جالي سقوعية جامدة في جسمي. افتكر دور برد، صراحة افتكرنا برد، بس لا، بقت السقوعية تزيد، الرعشة تجيلي من بطني، بقى تلج يطلع من بطني وينفض جسمي كله. بقيت قعدت 3 أيام بطني في خميس وجمعة وسبت، والتعب بيزيد والرعشة بقى في جسمي كله، ولا عارفة أقف ولا أتحرك، بتنفض. والله يا جماعة كل اللي كانوا في البيت كان بيقولك أعوذ بالله يا رب البت دي يعني فيها حاجة. حتى جوزي اللي أنا وهو يعني مش بنحب نتطرق لسكة السحر والأعمال والمس والكلام اللي اللهم احفظنا ده، بيقول لي هو انت مالك، انت لابسك حاجة ولا فيكي ايه مالك؟ بتنفض واقول له جسمي رجلي حاجة بتطلع من رجلي. المهم رحنا للدكتور، طبعا عملت تحاليل، اتصدم. رحت لدكتور الباطنة، طلب فحوصات واشاعات وحاجات، وقال له لا تروح المستشفى. رحنا المستشفى، اتحجزت، ابتدوا بقى يعملوا فحوصات وتحاليل وحاجات كده كتيرة، لدرجة اني عملت تحاليل اورام وسرطانات، اللهم احفظنا يا رب. والحمد لله عدت على خير، وديني منتظرة